أعتقد أكتر حاجة غريبة بالنسبة لي إني اكتشفت إن الناس ممكن تستحمل وجع الأسنان شهور، لكن سن أمامي مكسور أو مفقود بيأثر علينا نفسياً أكتر من الوجع نفسه. فاكر حالة جات لي من كام يوم، كانت بنت عاملة حادثة، فقدت سن أمامي وكان عندها ضرس خلفي مكسور والعصب كان مسبب لها ألم شديد. بعد ما كشفت عليها وشرحنا لها خطة العلاج سألتها حابة نبدأ بإيه؟ تعرف ردت قالت لي إيه؟ قالت لي أنا ما عنديش مشكلة أستحمل الوجع، بس نفسي نرجع سني الأول. وهنا بنشوف ونفهم الدور الحقيقي للتركيبات. ناس كتير فاكرة إن التركيبة مجرد سن بنركبه مكان سن، لكن الحقيقة إنها بتعوض لي 3 حاجات مهمين: القدرة على الأكل براحة، الشكل الحقيقي للأسنان، والأهم الثقة. الثقة إنك تضحك وتتكلم وتتصور من غير ما تكون مشغول بشكل أسنانك. وعشان كده أنا دايما بقول التركيبة الناجحة مش التركيبة اللي شكلها حلو بس، التركيبة الناجحة هي اللي تنسيك إنك عامل تركيبة أصلا. وفي الآخر إحنا مش بنركب سن بس، إحنا بنرجع للمريض الإحساس الطبيعي اللي فقده وثقته بنفسه، وأحياناً ده بيكون أهم من العلاج نفسه.